لعيب أجنبي من أصول مصرية، واللاعب اللي هقولكم عليه ده معظمكم ممكن يكون أول مرة يسمع عنه، وهو اللاعب الهداف إسماعيل بلانكو والملقب بالزورو. بلانكو هو لاعب أرجنتيني من أصول مصرية، ولو بتسأل هو ليه ما مثلش منتخب مصر قبل كده، وده لأن اللاعب معرفش يجيب أي أوراق تثبت إن هو من أصل مصري، رغم إن كان فيه اتصالات أو اهتمام من مدربين زي شوقي غريب أو بوب برادلي بضمه للمنتخب، واللاعب ذات نفسه كان عنده الرغبة إنه يمثل منتخب مصر. وأنا هنا جاي أحكي لك مسيرة الهداف والقناص وحائط الصد إسماعيل بلانكو، ونشوف مسيرته كانت عاملة إزاي. بلانكو بدأ مسيرته مع نادي كولون الأرجنتيني، وهو لاعب مركزه راس الحربة، وأول موسم ليه مع فريق كولون في الدوري الأرجنتيني قدر يساهم ب6 أهداف وأسيست واحد من 17 ماتش، وده كان في موسم 2002-2003، واللاعب ساعتها كان عنده حوالي 20 سنة، واللاعب يعتبر كان عامل أداء وبداية كويسة جدا مع الفريق ده، بس للأسف نهاية مشواره مع الفريق ده جه بدري بعد ما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في عام 2004، واللي أدت لغيابه مع الفريق لفترة طويلة، وبالتالي فقد مكانته الأساسية مع الفريق، عشان بعد كده نادي كولون يبيعه كصفقة إعارة لنادي ليبراتاد الباراجوايني عام 2005، عشان هناك اللاعب يبدأ يشارك مع الفريق في بطولة كوبا ليبراتادوريس، ويبدأ يستعيد مستواه عشان يساهم معاهم في البطولة دي بهدفين من 6 ماتشات لعبهم في البطولة، واجمالي مساهماته مع الفريق ده كانت 7 أهداف من 21 ماتش، عشان بعد كده تخلص إعارته ونادي كولون يوديه إعارة تاني بس النادي أوليمبو في الدوري الأرجنتيني، بس للأسف اللاعب هبط مع فريق أوليمبو للدرجة الثانية، بس المفاجأة بقى إن اللاعب ينفجر معاهم في الدرجة الثانية ويكسب معاهم بهداف البطولة ب30 هدف، ومش بس كده، ده قدر كمان يساهم في صعود او رجوع الفريق للدوري الارجنتيني الممتاز بعد ما كسب معاهم ببطوله دوري الدرجه الثانيه، وبعد كده برضه تخلص اعارته ويرجع لنادي كولون، عشان بعد كده في عام 2007 يجي له عرض من نادي ايك اثينا اليوناني، ومن هنا بقى تحصل تفاصيل او مشاكل في موضوع انتقاله للنادي اليوناني، وهو ان الصفقه في الاول كانت ماشيه بشكل كويس، ورئيس نادي كولون كان فارد نفسه على الصفقه وحاطط شروط بخصوص الصفقه، يعني مثلا غير عمله الصفقه بدل بالدولار تكون باليورو، وده لان اليورو في الوقت ده كان قيمته اعلى من الدولار، ده غير كمان قلل عدد الاقساط في الدفع. بس المشكله اللي حصلت بعد كده ان اللاعب ما اكتسش الاختبار الطبي بشكل طبيعي بعد ما اكتشفوا الدكاتره العمليه القديمه اللي كان عاملها بلانكو في الرباط الصليبي، وده ادى لتوصيات الدكاتره بعدم شراء اسماعيل بلانكو خوفا لتحصل اصابه جديده، بس رئيس نادي كولون على طول بعت لنادي ايك اثينا تقارير طبيه بتثبت سلامه اللاعب، وبعدها تتحول الصفقه بدل ما كانت بيع نهائي لصفقه اعاره بقيمه 850 الف يورو مع امكانيه الشراء بقيمه 1.5 مليون يورو، ده غير ان النادي اليوناني حط شرط في العقد ان لو اللاعب تعرض لاصابه جديده في نفس الركبه اللي كان عامل فيها العمليه مش هياخد مرتبه. لكن اللي حصل بقى لما انتقل اسماعيل بلانكو للفريق اليوناني ده، انفجر معاهم في اول موسم ليه وكسب بجائزه هداف الدوري اليوناني ب19 هدف، ده غير ان كان اجمالي مساهماتهم في الموسم ده 21 هدف و7 اسيستات من 43 ماتش لعبهم في كل البطولات، ده غير انه احتل مع الفريق في المركز الثاني من ترتيب الدوري، وعلى فكره لقب اسماعيل بلانكو بلقب الزورو، وده بسبب احتفاله الشهير بقناع الزورو شخصيه الانمي كرتون الطفوله ده. المهم عشان بعد كده يقرر نادي ايك اثينا تفعيل بند شراء اسماعيل بلانكو عشان يجي في الموسم الثاني على طول ينفجر تاني مع الفريق ويحقق لقب هداف الدوري اليوناني في المره الثانيه على التوالي، ويحتل ساعتها مع الفريق في المركز الرابع من ترتيب الدوري، ده غير في نفس الموسم قدر يساهم في وصول الفريق لنهائي كاس اليونان عشان يقابلوا في النهائي فريق اولمبياكوس، ويسجل ساعتها بلانكو هدفين عشان الماتش يخلص في الاخر بنتيجه 4-4 ويروح لضربات الجزاء، بس فريق اولمبياكوس يفوز في الاخر بالبطوله، ويبقى اجمالي مساهمات بلانكو مع الفريق 23 هدف و8 اسيستات من 44 ماتش لعبهم في كل البطولات، وفي الموسمين اللي بعديه كان اللي اقل تهديفا لبلانكو في الدوري، وفريقه احتل في المركز الرابع في الموسم ده. لكن في موسم 2010-2011 قدر بلانكو الفوز بكاس اليونان مع الفريق ويكون كمان هداف البطوله ب4 اهداف، بس للاسف ده كان الموسم الاخير لبلانكو مع فريق ايك اثينا، لان النادي زادت عليه الديون وكانوا بيعانوا من ازمات ماليه ادت لاضطرار النادي بالاستغناء عن معظم لعيبه الفريق ومن ضمنهم اسماعيل بلانكو، وعلى فكره الازمه الماليه اللي كان بيعاني منها نادي ايك اثينا ادت بعد كده لهبوطهم مش للدرجه الثانيه لا للدرجه الثالثه، وده كان طبعا من النادي عشان يتمكنوا من تصفيه الديون اللي عليهم واعاده بناء النادي من جديد، والهبوط ده حصل في موسم 2012-2013، والفريق على فكره لما هبط الدرجه الثالثه في الموسم الثاني صعد للدرجه الثانيه، والموسم اللي بعده على طول صعد بقى للدوري اليوناني الممتاز واحتل في المركز الثالث من ترتيب الدوري في الموسم ده ساعتها. المهم نرجع لموضوعنا، بعد ما رحل اسماعيل بلانكو عن نادي اياك اثينا واجه تحديات في عدم التاقلم مع فرق زي نادي سان لويس المكسيكي في عام 2011، وكملش كتير معاهم عشان بعد كده في نفس الموسم ينتقل للدوري البولندي
مع نادي ليجيا وارسو، وبرضه ما كملش معاهم كتير لانه ما انسجمش او ما لباش توقعات النادي. بس هو مع الفريق ده قدر يساهم في الوصول لنهائي كاس بولندا والفوز بالكاس، وبعد كده انتقل لنادي ميونخ 1860، وبرضه ما كملش معاهم كتير عشان ينتقل في نفس الموسم لنادي لانوس ويرجع للدوري الارجنتيني من جديد، وهو كان عمره ساعتها 30 سنه. ومن هنا بقى يبدا اسماعيل بلانكو يستعيد مستواه شويه اللي كان عليه من زمان، وكمان يسجل اول هدف ليه مع الفريق قدام نادي السابق كولون. وبلانكو انضم لفريق لانوس في يناير 2013 وقدر يساهم في الفوز ببطوله كوبا سودامريكانا اللي هي زي بطوله الدوري الاوروبي كده. واسماعيل بلانكو في الماتش النهائي ده قدر يساهم بهدف واسيست عشان تخلص النتيجه 2-0 لصالح نادي لانوس قدام بونتي باريتا البرازيلي، ويفوز معاهم باللقب القاري. وكمان في نفس الموسم قدر يحتل مع الفريق في المركز الرابع من ترتيب الدوري الارجنتيني، وكان مساهم معاهم ب5 اهداف من 16 ماتش لعبهم في الدوري. في الموسم اللي بعده اسماعيل بلانكو كان معظم الماتشات على الدكه او بيشارك كبديل، وده لاعتماد المدرب اكتر على المهاجم سانتياغو سيلفا. ورغم كده قدر يساهم بلانكو مع فريق لانوس انه يحتل في المركز الثاني ترتيب الدوري بتسجيله 4 اهداف وصناعه هدفين، عشان بعد كده يجي له عرض من نادي برشلونه. ايوه زي ما سمعت كده، بس انا قصدي على برشلونه الاكوادوري مش الاسباني. والانتقال ده هيكون من المسيرات او النوادي اللي انفجر فيها او تألق فيها بلانكو. المهم انتقل بلانكو لبرشلونه الاكوادوري في اغسطس 2014، واول ما بدا يشارك مع الفريق تحول لماكينه اهداف. ورغم ان كان ليه ادوار هجوميه فهو كان ليه برضه دور في حراسه المرمى، زي انه في ماتش اتطرد فيه حارس مرمى فريقهم في الدقيقه 41، وبعد ما الحارس اتطرد قرر بلانكو انه يقوم بالمهمه دي. وبصراحه يعني بلانكو اجتهد في المركز ده وحافظ على شباكه لحد الدقيقه 64 عشان يسجل الخصم الجول الثاني، وطبعا فريقه كده خسران بنتيجه 2-1، والفريق ما بيلعبش براس حربه عشان يقدر يعوض النتيجه او حتى يتعادل، عشان بعد كده زميله المدافع في الفريق يبدل معاه في الجون ويرجع بلانكو لمركزه في الهجوم عشان يحاولوا يعدلوا النتيجه. هو حرفيا الموقف ده ولا كأنك بتلعب في الشارع، اللي هو انت عارف صاحبك اللي بيقف جون وعنده نزعه هجوميه جواه في نفس الوقت، ولما يلاقي فريقه خسران يجي يقول لك تعالى اقف مكاني في الجون لحد ما اعدل النتيجه. هو ده فعلا اللي تحسه حصل في الماتش ده. ولما رجع بلانكو لمركزه الاساسي في الهجوم حاول فعلا يعدل النتيجه، وحتى كمان عدل كوره حلوه للاعب ده عشان بعد كده اللاعب يكسب ضربه جزاء، وللاسف الفريق ما عرفش يستغل ضربه الجزاء دي ويصدها الحارس عشان بعد كده يخسروا بنتيجه 2-1 في الاخر. واسماعيل بلانكو في اول موسم ليه مع الفريق ساهم ب 11 هدف و3 اسيستات من 18 ماتش لعبهم في الدوري، ده غير انه احتل مع الفريق في المركز الاول من ترتيب الدوري. واسماعيل بلانكو بقى من اللعيبه المحبوبه لجماهير برشلونه. وانفجار اسماعيل بلانكو استمر للموسم تاني برضه مع الفريق اللي هو موسم 2014-2015، وكان ليه ادوار فعاله ومهمه في ماتشات كتير، وكان مساهم ب 14 هدف و6 اسيستات من 42 ماتش في الدوري. لكن في الموسم اللي بعده كان نهايه المشوار لبلانكو مع فريق برشلونه بعد ما تعاقدوا مع الارجواني جوناثان الفيس، وبقى دور اسماعيل بلانكو قل مع الفريق بعد ما المدرب بيعتمد اكتر على اللاعب ده بشكل اساسي، وبلانكو معظم الماتشات قاعد على الدكه او بينزل كبديل او بيتم استبعاده من القايمه خالص، خصوصا ان بلانكو طبعا بيتقدم في السن او سنه كان حوالي 33 سنه، فكان المدرب الفريق بيعتمد اكتر على اللعيبه الاصغر سنا او لعيبه الشباب، عشان بعد كده يقرر بلانكو انه ما يكملش مع فريق برشلونه ويرجع للنادي اللي نشأ وبدأ فيه مسيرته من زمان، وهو نادي كولون الارجنتيني، بعد ما فسخ عقده بالتراضي مع نادي برشلونه اللي المفروض كان ينتهي في اخر الموسم. وعلى فكره نادي برشلونه في اخر الموسم توج بلقب الدوري الاكوادوري، يعني لو اسماعيل بلانكو كان استمر معاهم لاخر الموسم كان ممكن يتوج معاهم باللقب وتتحسب له في تاريخ انجازاته، بس هو خلاص انضم لفريق كولون في اغسطس 2016 وبدا بدايه قويه مع الفريق، وفي اول ماتش ليه سجل هدف وصنع هدف عشان يساهم في فوز فريقه في الاخر بنتيجه 2-0. وكان النص الاول من الموسم كان ماشي بشكل كويس مع الفريق وبيشارك بصفه اساسيه، لكن في نص الموسم الثاني من الدوري قلت مشاركاته مع الفريق وكان معظم الماتشات على الدكه او بينزل كبديل. وبعد كده نادي كولون باعه كاعاره لنادي اتلتيكو توكومان في الدوري الارجنتيني برضه، ويعتبر برضه ما اختلفش كتير عن اللي حصل مع نادي كولون، وهو ان اسماعيل بلانكو لما انضم لنادي اتلتيكو توكومان كان في الاول يعني بيشارك كاساسي او بيشارك في دقائق كتير، لكن بعد كده او في نص الموسم الثاني من الدوري دوره قل مع الفريق وكان في ماتشات كتير كان على الدكه او بيتم استبعاده. وطبعا يعتبر في الوقت ده بلانكو كبر في السن شويه وبقى عنده 35 سنه عشان بعد كده ياخد تجارب مع انديه في الدرجات الادنى سواء في الارجنتين او في اليونان او حتى في الاكوادور، لحد ما قرر يعتزل وهو كان عنده 41 سنه مع نادي يونيون الارجنتيني اللي كان موجود ساعتها في الدرجه الثالثه، واعتزل في اكتوبر 2024. انت بقى ايه رايك في مسيره اسماعيل بلانكو؟ وهل انت شايف انها كانت فرصه المفروض استغلالها من زمان انه يتم اثبات هويته من بدري والانضمام لمنتخب مصر، ولا انت وجهه نظرك ايه؟ مستني تعليقك، وما تنساش لو عجبك الفيديو انت عارف بقى مش محتاج اقول لك تعمل ايه. وسلام.